الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. كل القلوب إلى الحبيب تهيم، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا، فاضت عيون العارفين تسيل. إخواني الكرام، أحبابي في الله، درسنا في هذه الليلة المباركة إليك يحن الجذع يا رسول الله. درس شيق يشدنا إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أن كل شيء في الوجود يعرف حبيب الله رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. حين بني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيه جذع شجرة نخيل يقف إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمسكه وهو يخطب في المسلمين، يمسكه بيده الشريفة ويتكئ عليه. كان هذا حتى جاءت السنة 7 للهجرة، فقال أصحابه يوما: نصنع لك يا رسول الله منبرا له 3 درجات فترتفع عليه فنراك وترانا. قال: فاصنعوا ما بدا لكم. وهكذا فعلوا. فلما جهز المنبر وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، سمع المسلمون صوتا تلفتوا حولهم من هذا الصوت، من هذا البكاء. من الذي يبكي؟ من يئن؟ من أين هذا الصوت المتقطع؟ تكاد نفس صاحبه تخرج من صدره. صمت الناس يبحثون عن مصدر هذا الصوت، ويا للعجب، إنه يصدر من جذع النخلة. كان المسجد يغص بالمصلين، فوصف كثير منهم هذا الصوت. قال أحدهم: سمعنا للجذع صوتا كصوت الناقة التي انتهت في حملها إلى 10 أشهر، فهي تسطر أنين الحمل أو الوضع. وقال الثاني: اضطربت تلك السارية كحنين الناقة الخلوج التي انتزع ولدها. وقال الثالث: حنت الخشبة حنين الوالد فارقه ولده. وقال الرابع: خار ذلك الجذع كخوار الثور حتى انسطع وانشقا. أما الخامس فقال: صاحت صياح الصبي فارق أمه. يا الله، خشبة تبكي على فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحن إليه، فالمسلمون أحق أن يشتاقوا إليك يا رسول الله. كان الجذع في أقصى حالات السعادة حين يلمسه الرسول صلى الله عليه وسلم فيشعر أنه فقد ذلك، فحق له أن يبكي. فماذا فعل النبي الرحيم ذو الخلق العظيم والإستاذ الذي علم البشرية كيف يتصرفون وماذا يفعلون في كل المواقف والأزمات؟ نزل النبي صلى الله عليه وسلم وسار إلى جذع النخلة فضمه إليه يسكنه ويهدئه كما تفعل الأم بوليدها، فجعل الجذع يئن أنين الصبي بين يدي أمه والطفل في أحضانها حتى هدأ وسكن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة. ثم قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم للجذع على مسمع من الناس: اختر واحدا من 2. الأول أن أغرسك في المكان الذي أنت فيه فتكون كما كنت نخلة مثمرة وآرفة الظلال. أما الثاني أن أغرسك في الجنة فتشرب من أنهارها فيحسن نبتك وتثمر فيأكل منك أولياء الله. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أختار أن أغرس في الجنة يا رسول الله. فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فدفن. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا حبيبنا، هذا نبينا، هذا حبيب الله، فصلوا يا عباد الله على رسول الله.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.